السلام عليكم. ان شاء الله في فيديو النهارده هنتكلم عن اخر اخبار الكرة المصرية والعربية وكمان العالمية. تقارير صحفية. نادي نانت الفرنسي بيقدم عرض لضم محمد عبد المنعم مدافع الاهلي، وطبعا محمد عبد المنعم فاضل له موسم مع الاهلي لحد 2025 والاهلي بيسعى لتجديد عقد اللاعب. احمد شوبير طاقم حكام اجنبي يدير مباراة الاهلي والزمالك في السعودية، مباراة الكاس اللي المفروض تقام يوم 8 مارس في المملكة العربية السعودية، بعد ما كان في اشاعة ان اللي هيدير المباراة هم حكام مصريين. الأندية المتأهلة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا: ميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، وتيبي مازيمبي الكونغولي، وأسك ميموزا من كوتيفوار، وبترو أتلتيكو والأهلي، والترجي الرياضي التونسي، ويانج أفريكانز التنزاني. صن داونز يفوز على مازيمبي بنتيجة 1-0 ويتصدر مجموعته، وبالتالي هيتجنب لقاء الأهلي في الأدوار الإقصائية. من المتوقع أن يواجه الأهلي واحدة من الثلاث فرق دي في دور الربع النهائي، يا اما مازيمبي الكونغولي او سيمبا التنزاني او الترجي الرياضي التونسي. مكوينا مدرب صن داونز في المؤتمر الصحفي لمباراة صن داونز ومازيمبي: نحتاج للقليل من الحظ للفوز باللقب. في الموسم الماضي كان الاهلي تقريبا خارج البطولة ولكن عاد في اللحظات الاخيرة وفاز باللقب. نحتاج الى حظ الاهلي للفوز بالبطولة. ونفس الشيء حصل مع منتخب كوتيفوار في بطولة افريقيا، لذلك نعمل بجدية للوصول لهدفنا ولكن نحتاج القليل من الحظ. تقارير: نادي الحزم السعودي يقدم عرض خاص لكهربا، وخصوصا بعد تصريحات كولر الأخيرة إن كهربا أصبح المهاجم رقم 3 في النادي الأهلي. أخبار عالمية: ليفربول بيتصدر الدوري الإنجليزي ب63 نقطة بعد الفوز على نوتنجهام فورست بنتيجة 1-0 بأقدام داروين نونيز في الدقيقة 99 من المباراة. تقارير: ريال مدريد مهتم بالتعاقد مع اللاعب المغربي أشرف حكيمي بعدما تم الانتهاء تقريبا من صفقة كيليان امبابي زميله في الفريق وصديقه المقرب. إبراهيم دياز لاعب ريال مدريد سوف يفضل تمثيل المنتخب المغربي في حال عدم استدعائه من قبل المنتخب الأسباني، ودي تقارير صحفية من صحيفة مايوركا الأسبانية. برشلونة يستهدف التعاقد مع لاعب بايرن ميونخ كيميتش، وذلك لتدعيم مركز خط الوسط المدافع. أنباء عن رغبة الأهلي في ضم محمود صابر لاعب بيراميدز، وتقارير بتقول ان ممكن يكون صفقة تبادلية بين الاهلي وبيراميدز.